ما في جرح بالعالم بيصح بسرعة. ما تخلوهم يضحكوا عليكم ويجوا يقولوا لكم ليكوا عنا دواء بخليكم تصحوا بيومين. هذا الدواء رح يكون مثابة مخدرات، ويا ترى بس يخف ويروح مفعول المخدر شو النتيجة رح تكون؟ كلياتكم بتعرفوها، رح يرجع الوجع وأكثر من الأول، ورح تصير متعود على هذا الدواء من المخدر. رح تقضي كل حياتك على المخدرات. صح؟ صح. نحن جرحنا كان كبير، كبير كتير، ونزفنا بما فيه الكفاية، ولازم نضل صابرين ومطولين بالنا لحتى هذا الجرح يلتئم. ولحتى يلتئم بده ياخد وقته. لما بدك تستعجل عليه لحتى يصح بزيادة، انت صح عم موجوع، صح عم تتوجع وتتألم كل يوم، بس انت لما بدك تستعجل عليه لهذا الجرح شي طبيعي انه يتجرسن. لما بدك تخلي واحد يشوفك انك انت مستقتل لحتى تصح، شي طبيعي انه يحاول يجي يمدلك على اساس يد العون، ويجي وقتها يعطيك هذا النوع من المخدر يلي انت اساسا لو تعرف انه مخدر ما اخذته. نحن بدنا حل جذري، ما بدنا مخدر. نحن عنا سرطان، وهذا السرطان اما لازم نكويه اما لازم نستأصله. مخدر ما بدنا، مخدر ما بدنا. لهيك عم بقول لكم بدنا نصبر ونطول بالنا لحتى هالجرح ياخذ وقته بانه يصح ويطيب ويلتئم. يلي نحن عم نمرق فيه جدا سيء وجدا صعب وجدا جدا 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 لا يحتمل، وما حدا منكم بينلام شو ما حكي وشو ما عمل. بس نحن وحدنا صفوفنا، نحن ما لنا بقى متشرذمين ومتفرقين مثل الاول، وباقي علينا انه نصبر لحتى لما يجد الجد نكون محافظين على وحدتنا. ووقتها انتم بتعرفوا اكثر مني انه ما حدا رح يقدر بقى يكسرنا بحياتنا. مين الشخص يلي نحن وحدنا صفوفنا حواليه؟ مين؟ الشيخ غزال غزال، الله يطول بعمره. لهيك نحن بلشنا بهذا الطريق، فلازم نكفي فيه للاخير. لما نجي اليوم اي واحد بفكر انه يجي يعطينا ابرة بنج نروح ناخذها منه، بنكون ضرينا حالنا بس، ما بنكون عملنا شيء. لهيك هدول الناس اللي عم يدعوا لمظاهرات، هدول فعلا ممكن يكونوا هن موجوعين مثلنا، فعلا ممكن يكونوا مننا وفينا، بس كمان ممكن انه يكونوا هدول عم يحاولوا يعطونا ابرة مخدر. هي ابرة المخدر كيف رح تصير؟ رح تصير بانه الشيخ غزال طلب منك انك تطلع مظاهرة؟ لا. طيب الشيخ غزال ما عم يطلب منك شيء وما عم يطلع بايده شيء، معناته شو نعمل؟ يلا نطلع مظاهرة. فالحالة انت شو بتكون عملت؟ بتكون خرقت وحدة الصف، بتكون شتتت وحدة الصف. لما نحن نطلع عن كلمة الشخص يلي نحن وحدنا صفوفنا حواليه، معناته شو بنكون عملنا؟ نحن بنكون شتتنا حالنا بإيدنا، نحن بنكون فرقنا صفوفنا من جديد بإيدنا. برجع بذكر لك كل مرة، بدي ارجع اذكركم، نحن دفعنا حق وحدة هذا الصف 12761 شهيد، آلاف المفقودين وآلاف الجرحى. ما تخلوا هذا الشيء ينسيكم. ما تستعجلوا، ما تستعجلوا. جرحنا عميق وبدنا نطول بالنا عليه لحتى يلتئم، ومشيانين مع الشيخ غزال غزال للآخر. للآخر، مو تعظيما فيه، أنا ما بعرفه شخصيا ولا إلي أي صلة فيه، بس أنا بحكي بالعقل بالمنطق. الزلمة ما معه عصا سحرية، ونحن برجع بعيد جرحنا عميق، بدنا نطول بالنا عليه ليصح، ما بدنا نستعجل عليه. من شهور وأنا بقولكم من قبل ما تتوحد صفوفنا إنه نحن إذا بإيدنا شيء سلاح قوي هو وحدة الصف. نحن لما كان بإيدنا سلاح ما استفدنا منه لسلاح، صح؟ وصلنا للشيء اللي وصلنا اليوم إله لأنه كان معنا سلاح بس ما عنا وحدة الصف. اليوم عنا وحدة الصف بس ما عنا سلاح. لهيك انتم شايفين كل هالهجمات علينا، بدهم يفرقونا بكل الطرق، وشو ما فكروا شو ما خطر لهم رح يعملوه.
إن كان منهم هن، إن كان أجهزة مخابرات معينة، إن كان بأنهم يبعثوا علينا علويين مننا وفينا يشتروهم بالمصاري وباعوا حالهم بالمصاري. هذول ما حدا اشتراهم، هن باعوا حالهم. أنا اليوم ما حدا بيقدر يشتريني إذا مو أنا عرضت حالي للبيع. تمام؟ فهذول الأشخاص هن أخطر من أخطر شيء، هن أخطر من عدونا بحد ذاته. هذا مو بس عدو، هذا أخطر من عدونا. لهيك بدنا نضل مركزين وفايقين. وانتم بتعرفوا انه ما عم يتركوا وسيله، ما عم يتركوا وسيله كرمال ما نحب بعض، كرمال ما نحب بعض. القوه بتروح وبتجي، بس وحده الصف والناس يلي رح تلتف حوالها هي القوه وتستخدمها للدفاع عن حالها، اذا ما كانوا موجودين شو بتفيد هي القوه؟ ما رح تفيد بشيء. وهذا النظام العالمي اللي معروف فرق تسد، كلكم تعرفوا. لا تيأسوا، والله والله الفرج قادم. إذا أنت بتآمن برب العالمين فلازم تكون متأكد من هذا الكلام. ما تنطر مني إني أنا أجي أقول لك، ولا تنطر من فلان ولا من فلان ولا من فلان. أنت لحالك تعرف، أنت بصف الحق، أنت بصف الحق، أنت مظلوم. رب العالمين بده يتركك؟ بده ينساك؟ حاشاه، حاشا لله إنه يترك عباده هيك. احنا باختبار صعب، والحمد لله رب العالمين على كل حال. بدنا نصبر ونطول بالنا، وحق ال 12,000 شهيد و761 ما رح نتركهم يروحوا هدر، وما رح نخون أرواحي. انت بتخون أرواحي ودمائي لما تساعد عدوك انه يشتت وحدة صفنا من جديد.